التجارب ديالنا على مستوى ديال الويب في المنطقه ديال سوس او في المغرب عموما، والحديث على الويب كبديل للتلفازه وما جاورها من الاليات السمعيه البصريه. فالمستقبل ديال دائما تنقولوا بان المستقبل ديال الانتاجات السمعيه البصريه كاين في الويب. الوغ من هذا المنطلق هذا وايمانا مني بانه يخص لو ميساج ف تنكي سكر مغامره خوض تجربه العمل الويب. التجربه الاولى بطبيعه الحال كتبقى تجربه اللي دار التجربه اللي دار ناجحه وجهه نظري الشخصيه، لانه تبقى فتح الباب لو دومينات. ثانيا هي لوكازيون انه اطلع اكثر عن قرب التطلعات ديال الجيل اللي دامون غنصينو شكون لوكني كجيل اللي زوار ورنوفا نقاعات خلي عليك. دابا مازال ما كنهضروش على الويب، مازال ما كنهضروش على تليفون تاكتيل سميتو، مازال كاع كاين البورطابل، مازال ما كانوش التقاعات ديال المسرح على اساس انك تمارس فيهم وتفشر فيهم دوك الطاقات اللي عندك. فكنا كنعانيو اننا نوصلوا لو ميساج ديالنا ويسمعونا الناس. فكانت قاعه وحيده مثلا في كنزكان وقاعه وحيده في اكادير اللي كان الضغط والاكتظاظ عليها، فتما جرينا ودرنا بزاف ديال الخطوات على اساس اننا نقراو وقرينا بفلوسنا، خسرنا فلوسنا على اساس اننا نديرو لا فورماسيون. قبل قليل كنت كندير مع واحد الصديق ديالي وجاتني فكره انه علاش هذا الشيء هذا كيوفر عليه عنده بزاف ديال الامكانيات انه يتعلم، ولكن المشكل الوحيد اللي عنده هو مشكل الزربه. تيدخل لهم المعاد غدا تيبغيو لي ممثل، ما يمكنش، خاصك تجبدوا على مراحل على اساس انك توصل. فاذا حنا كنا زدنا من مرحلات الذهاب الى المسرح وجينا الان من المسرح انه او اذا كنقولوا على المسرح كنقولوا على انه اول فنون، فبالتالي كنهضر على الموسيقى وجميع تشكيلات التلاوين اللي كيدوزوا في ليماج. قبل كنا كنمشيو للسينما، كنمشيو للمسرح، كنمشيو للعروض، دابا العروض كيجيو عندنا للدار. فخاصنا نستغلوا هذه النقطه هذه انطلاقا من ان الويب كيوفر لك انك توصل للجديد ديال المتلقي، لانه اي واحد فينا دابا عنده الرجاء عنده الامكانيات انه يتمونيتور ويتفرج ويشوف. فاذا يجب استثمار هذا المعطى هذا بشكل اللي هو ايجابي واللي هو صحي بطبيعه الحال. فمن هذا المنطلق هذا فكرت انني خصني نقتحم هذا المجال هذا من اجل التواصل بشكل اللي هو كبير مع واحد الشريحه من الجمهور اللي ما بقاتش كتريح، ما بقاتش عندها ديك لاباسيونس انها تريح قدام التلفازه. خصنا البرنامج اللي كيدوز، خاص البرنامج هو يتحكم فيه، وقت ما بغيت البرنامج ندوزو وقت ما بغيت نفسو. فاذا هذه هي النقطه الاساسيه اللي كيركز عليها الويب واللي كيعطينا واحد النقطه اللي هي ايجابيه في اننا نوصلوا المعلومه ونوصلوا الطاقه ديالنا ونوصلوا المسائل اللي عندنا داخلنا ونوصلوها للناس في اي وقت بغينا، في اي مكان وفي اي زمان بغينا. فانطلاقا من هذا المعطى هذا حاولت انني نخلق واحد ليزون الامازيغيه المغربيه بطبيعه الحال. ففكرت انني ندير واحد البودكاست اللي سميتو الكونترير، اللي هو هذا الكونترير هذا منبثق من الهموم ديال الشعب، من الهموم ديال اي واحد فينا. كنشوفوا الكونترير، كنشوف فيه انا، كنشوف فيه انت، كنشوف فيه بومبي، كنشوف فيه الناس اللي هما قراب ليا، لونطوراج ديالي. فكانت تجربه
اللي ساعدوني فيها مجموعه من الشباب اللي من هذا المنبر هذا انا كنوجه لهم التحيه، منهم الاخ المخرج كريم جبران والطاقم اللي كان مرافق ليه، وكانت ايضا المساهمه ديال هذه المجموعه شخصيا رجعتني نقول تقريبا واحد 10 سنين ولا 15 سنه للوراء، انني تجمعت على مجموعه من الشباب ونحاول ان نعرف من خلال طريقه الكلام ديالهم، من خلال طريقه التفكير ديالهم، المستوى اللي وصل ليه الابداع وطرق الابداع وميكانيزمات الابداع حاليا عند الشباب المغربي. فشرنا ما بداخلنا واستطعنا اننا نخلقوا واحد البودكاست اللي لقى نجاح كبير، لقى واحد النجاح كبير في سوس وخارج سوس ايضا. فكان الناس اللي معجبين بالسلسله من جميع المناطق المغرب، وماشي غير الناس الناطقين بالامازيغيه، بل كذلك الناس اللي ما كيعرفوش الامازيغيه، بحكم انه درنا تجربه الاولى من نوعها، نقول الاولى من نوعها في المغرب اون جينيرال وبكل افتخار. والسيري تاع الذات ديالي ومما اقول حاليا التجربه هي اننا درنا سوتيتراج بالدارجه المغربيه، ماشي بلغه الخشب اللي هي متداوله، ماشي وهذا اعطى واحد غير كنقولوا للناس حنا راه بامكاننا ان نديروا هذه السلسله هذه منطوقه بالدارجه المغربيه، ولكن ابينا الا اننا نديروها بالامازيغيه ونسوتيتريوها بالدارجه المغربيه، باش حتى الناس اللي هما غير ناطقين باللغه الامازيغيه يديروا معنا بجهد ويحاولوا. حنا وفرنا لهم فرصه لتعلم الامازيغيه بطريقه سلسه وبسيطه، وحتى هما خاصهم يبذلوا واحد المجهود انهم يخلقوا ديك الاراده اللي كانت مقموعه في الداخل ديالهم لمده سنين هذه. فكانت تجربه ناجحه والحمد لله. وصلنا واحد المستوى ان تضخم، لانه ملي كتكون مع مجموعه من الشباب ديالك وكل واحد عنده فكره، كيكون ما عرفتش نقول بها بالدارجه ولا بالاسم النازيخي وسنا هاكو اسمه ما عرفت تخمه اصبنا بتخمه من الافكار، وكل واحد منا تيلمون سميتو بودكاست نجح تيلمون انه الناس كيشكروا، وخلقنا من حركه اللي هي معروفه ولا متداوله. ما قدرناش، خاصنا واحد الاستراحه اننا نفكروا بيناتنا كيفاش غادي نجيريو هاد التخمه من الافكار وهذا الزخم وهذا الازدحام من الافكار. فاختارنا اننا نوقفوا واحد المده. بالفعل هذه الوقفه اللي درنا عطت الاكل ديالها. الاكل ديالها هو انه مجموعه من الناس كيسولوا علاش فحسينا بالاهتمام ديال المتلقي، حسينا بالاهتمام ديال الناس على المستوى ديال الويب بانه كاينه متابعه. الوغ حاليا كنرجع بتجربه اخرى اللي لونسيتها حاليا بالامكانيات ديالي الخاصه، وهي سميتها مفاهيم مبارك الفهامه. هذه التجربه هذه اللي خلقتها بوحدي، على اساس انني نشوف واش غادي يلتحقوا بيا الناس اللي كانوا بداو معايا العمل. فاذا التحقوا فغادي نعتبر راسي انني راه ربما غادي في الخط الصحيح، وإلا ما التحقوش فغادي نعيد النظر ونشوف كيفاش غادي يدير الاهتمام ديالهم.
فهذه التجربه الثانيه ربما غادي تكون اكثر نضجا من التجربه الاولى. فغادي نحاولوا اننا نسيبليو واحد النوعيه اخرى من الناس اللي ما عمرهم كانوا كيدخلوا للويب وما عمرهم اكتشفوا الويب. هذا هو التحدي اللي بغينا ناخذه الان حاليا هذه التجربه الثانيه. كيف يمكن اننا نجعلوا الويب مثلا، نقول مثلا ملي كندخل للدار مثلا كنلقى الوالده ديالي كتعرف ما قارياش ولكن كتعرف بلاي وكتعرف باوز وكتعرف ستوب، دونك كتعرف تشعل التلفزيون وقدامها ليكون ديال التلفزيون. علاش ما نخلقوش واحد الديناميه توصلنا لدرجه انه حتى الناس اللي ما عمرهم كانوا كيعرفوا انه كاينين دي شوز في الويب اللي هما في المستوى راقي يكتشفوا هذا المستوى هذا، وتكون عندهم ذاك لاكسي هذاك الانترنت وهذاك الويب، اننا نخلقوا واحد النوعيه من المتلقي اخر اللي هو جديد على الويب. كومسا غادي نقدروا اننا نخلقوا واحد ديناميه واحد جمهور واسع، ونزيدوا ناس اخرين اللي غادي نشاركوا معهم ونتقاسموا معهم هذه الاعمال ديالنا في الويب. دونك هذا هو التحدي اللي حاولت انني نخليه في هذه التجربه الثانيه. وهذا كنغتنم الفرصه انني نشكر الناس اللي خدموا هذه المهمه وكاع الناس اللي كيخدموا على المستوى ديال الويب.